اهلا وسهلا ومرحبا. اليوم غادي نتكلموا على ليله القدر. هذه ليله القدر بالنسبه للامازيغ، اسلام الامازيغ ما تيطلقوش عليها ليله القدر، تيقولوا ايض 27، يعني ليله 27. رمز ديال 27 عند الامازيغ فهي مهمه جدا، تدار فيها مجموعه من الطقوس. من بين الحوايج اللي تيداروا في هذه الليله بالضبط هناك تقديس هذا اليوم، خصوصا بتقديم يعني ذبح يعني الديك، وهو رمز الامازيغ منذ عهد البرواتيين كما تتقولوا، كما تشوفوا بان البرواتيين اتخذوه شعارا لهم، بل كان مقدسا لهم، والى حدود اليوم الامازيغ يقدرون ويقدسون الديك، رغم ان هذه المساله الان اصبحت يعني عرضه لدسائس. من بين الحوايج اللي شفرت فرنسا الان واتخذته الشعار هو الديك. اذا اول حاجه ليله القدر بين قوسين او ايضين 27 ما يمكنش يدوز بدون ذبح الديك. هناك طقوس استحضار ديال الملائكه، خاصه الطاقه الايجابيه، العكس ديال هذا الشيء ديال الاسلام ديال المشرق اللي تيركز اساسا على الشهوه وعلى الطلاسيم وعلى كل ما له علاقه بإساءة الى الاخر. اذا هناك خلاف كبير جدا بين ايضي النير، عفوا ايضي النير هو يعني السيد اللي بحال هو بحال ايض 27، لان دائما كلمه ايض تتكرر هنا ولا علاقة له بليلة القدر كما يتصوره المشارقة. على أي كنت غنسلم باهرة راونتيني إيض 27 إفلجان يعدل النص الأخير دوفولكي تنميرتنا.